السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نحضر معكم المروزية بالطريقة القديمة اللي معروفة بها المروزية. عندي هنايا طريفة ديال اللحم اللي اختاريت العنقرة. نتوما عارفين العنقرة هي تدار في المروزية، والفخذ حتى هو تيدار. ممكن مهم اي واحد يدير داكشي اللي تيفضل واللي تيبغي. بالنسبة لي زيبيس عندي هنايا القزبر مدقوق، يعني قزبر يابس مدقوق، وعندي ثومه تقريبا معلقه كبيره ديال الثومه، وعندي توابل ديال المروزيه. انا راه مصايبها على يدي، يعني مشيت عند العطار اختاريت هذاك الشيء كله ديال المروزيه وجيت غسلتها كرمتها رديتها ليه باش يطحنها. عندي هنايا شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الملحه، وواحد الضامه ديال الزعفران الحر. اللي عنده زعفران حر شعره راه هو احسن وافضل، انا ما متوفرش عندي ما درتوش. وعندي هنايا معلقه تقريبا ديال السمن، ولكن هذا السمن هذا انا راه يلاه ملحته، يلاه صايبته تقريبا غير شي سيمانه هذه، يعني مازال ما حارش. الا كان حار راه غير راس المعلقه يدار. علاش؟ لحقاش الغنمي اصلا نتوما عارفين الغنمي تيكون ميدم وتيكون مجهد، يعني ما غنزيدوش ليه السمن يكون حار، غير شويه صافي. انا عندي السمن هنايا ما فيهش ما حارش ما قديمش، هذا علاش درت تقريبا معلقه كبيره. دابا غادي نشرمل هذا اللحم. وعندي القرفه نسيت ما ذكرتهاش معكم، ولكن ما احتاجهاش دابا حتى الاخر. هي والعسل والزبيب واللوز. خلاص راه غادي نفسخو ونقليه. غادي نخلط هذا الشيء هذا باش نحيد هذا الدم هذا منه باش نشرمل اللحم. دابا هذا راه الصباح، يعني مازال ما فطرناش، تقريبا هذيك 9:30 ديال الصباح. غنشرمل هذا اللحم هذا وما غنطيبو حتى العشيه، يعني انا بغيتو للعشاء. هو راه دائما المروزيه خص اللحم يترقد في التوابل هادو كاملين مده ليله كامله. من الافضل اللي ما عندوش الوقت يديروا الصباح ويطيبوا بالليل مثلا، اولا يديروا غير الصباح بكري ويطيبوا مع الغداء، المهم على حسب الوقت وصافي. دابا غادي نحيد غير الدم هذا ديال اللحم باش نشرمل اللحم ونخليه يترقد. واحد الحاجه واحده اخرى هي الماء. انا المروزيه ديالي ما غاديش ندير فيها الماء. نتوما عارفين بان المروزيه هي ديال زمان، كانوا تيديروها علاش؟ لحقاش ما كانوش الثلالج واللحم كان تيخسروا. هذا كانوا تيديروا المروزيه الحولي كامل تيتردم في المروزيه، يعني تيديروا القديد وتياكلوا داكشي اللي كلا وداكشي الاخر كله تيديروه مروزيه. علاش؟ باش يبقى لهم واحد المده طويله، يعني ما تيخسرش نهائيا، ولكن بشرط ما تكونش فيه البصله، ويبقى يطيب 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 حتى توقف هذيك المريقه، ما يبقاش فيها حس الماء نهائيا بحال شغل القديد. لا هذاك الاخر الخليع. اذا دابا انا ما غاديش ندير البصله نهائيا، انا ما تنديرهاش، واخا غناكلوها في نهارها ما تنديرش البصله، تجيني زوينه بزاف بلا بصله. اللي بغى يدير البصله راه ما غيستعملش الماء نهائيا، غير البصيله الماء ديالها غادي يطيب فيه داك اللحم. وانا ما غاديش ندير البصله، غادي ندير شويه ديال الماء، ضروري من الماء. المهم اللي غيدير البصله راه غادي يدير غير نص كاس ديال الماء باش يخلط هاد التوابل كاملين قلت. وهذيك الساعه غادي يرقد داك اللحم صافي. منين غادي يدير اللحم في الطنجره، هذاك الشيء اللي بقى في البانيو غادي يخوي فوق من اللحم ويدير البصله ديالو يسد عليها، ولكن راه طيب على عافيه مهيله. شميعه طيب غير على شميعه حتى تذوب ديك البصيله وتطلق الماء ديالها وتتجي مخيره. هذا اللي غيدير البصله. اللي ما غيديرش البصله فراه ضروري بشويه ديال الماء. دابا غادي نخلط هذا الشيء هذا كله. نعاود نذكر معكم، عندي قزبر يابس والثومه والتوابل ديال المروزيه، وعندي ضامه ديال الزعفران، عندي الخرقوم السكينجبير، الملحه والبزار، وعندي السمن. بسم الله. نخلط هذا الشيء مزيان وغادي نخلي هذاك اللحم يتلبس مزيان بهاد العطريه ونديرو يتخمر شويه. دابا غادي ناخذ اللحم كبار. الطروفه واقيلا غنقسمهم من النص.
كبار بزاف، غنقسمهم ونرجع لكم. قطعتهم كل طرف قطعته على جوج، هانتوما. وغادي نزيد نشرملهم، وغادي نسد عليهم بابي فيلم اليمونتير ونحطهم في الثلاجه باش يزيدوا يتشربوا. من مور العصر تقريبا غادي نردهم يطيبوا، لحقاش ما نديرهمش في الكوكوط. يعني غنجيب طنجره نيشان نحطهم في طنجره نيشان فين غنطيب. من مور العصر تقريبا غادي نشعل عليهم العافيه، مع غنطيبهم العافيه مهيله. غادي نشعل بكري يعني باش يطيب وتشرب في الوقت، طيب على خاطرها. المهم نبدا نحمش داك الطياب ديال ديك العافيه المجهده، تيجيش مزيان. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، تقريبا في المجموع درت كاس تقريبا ديال العنبه هكاك. صافي. وانتم هي اللحيمه تشرملات مزيان. غنسد عليها دابا ونحطها في الثلاجه. الزيت ما غنديرهاش حتى نبغي نردها طيب. علاش؟ المهم نتوما عارفين بانه اي لحم غادي تشرمل كيف ما بغى يكون نوعه، وبغينا شي عطريه تدخل ليه ولا شي حاجه، راه الزيت ما دارش نهائيا. علاش؟ الزيت تدير واحد الطبقه على اللحم، ما تتخليش دوك لي زيبيس وهداك الشيء كله اللي غادي نشرملوه ما تيخليهش يدخل. اذا الزيت دائما وابدا ما تنديروها حتى الاخر في اي حاجه مشرمله. بحال هذيك الزيت تتخلي هذاك الشيء تيتملص وتيمشي ما تيدخلش في اللحم اللي بغيناه يتشرمل. المهم دابا غنغطي عليه وغنخليه حتى الوقيته فاش نبغي نطيبو وانا غنرجع معكم. دابا من بعد ما طرقدت ليا ديك اللحيمه مزيان في العطريه والعطريه ديال المروزيه وهذا، غادي نديرها طيب. غادي نزيد الزيت البلديه وزيت لوسيور. ما غاديش نكثر بزاف. نتوما عارفين اللحم ديال الغنمي وديال العيد بالضبط تيكون ميدم وتيكون ما عرفتش مجهد. يعني نتوما درت غير معلقه كبيره عامره مزيان ديال الزيت الروميه، وغادي ندير الزيت البلديه حتى هي غير واحد المعلقه ولا جوج. انا هذيك العنقره راه قطعت ليها كاع هذيك الشحيمه اللي تكون في الجناب، نقصتها ليها بقاش بان ليا بزاف. دابا بالنسبه للعافيه غادي نجهدها شويه غير تطلع وغادي نقص مزيان. وانا درتها في طنجره غير هكا، طنجره عاديه. ما بغيتش ندير طنجره الضغط يعني الكوكوط. غادي يطيب عندي اللحم صغير دغيا تيطيب، غادي يطيب على خاطرو باش نبقى نقلبو مره وهذا راكم عارفين، وحتى يبدا يطيب وانا معكم. صافي. دابا من بعد ما تطلق الغليه غادي نقص البوطه ونخليها شميعه. نقص مزيان بحال هكا، لحقاش باقي الحال حنا يلاه العصر هذا، وانا بغيت هادشي يطيب ليا العشاء يعني باقي الحال. غادي نحاول نقلب هادشي هذا كل طريفه نقلبو بوحدو. نسيت ما قلت لكمش بالنسبه للزبيب، رانا فزكته خليته هنايا، والقرفه حطيتها حداه باش ما ننساهاش، والعسل حتى هو غادي نجبدو نحطو تما. غادي نجبد باش نعاون. دابا الصراحه باقي سخون، غادي نهزو غير بيدي، باقي بارد بغيت نقول. والطنجره ها هي راه كاتغلى. هانتوما بدا اللحيمه راه بدات يدخلها الطياب، تنهزها غير هكا باش ما تلصقش. باش لصقات بشي بلاصه يدوز تحت منها البلول. الا خصها الماء غادي نزيدها الماء طايب. وهانتوما صافي طاب اللحم، طاب ولا زبده، خصو غير يشرب. شفتوا
غادي نزيد دابا واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، المهم قياسكم، درت انا معلقه وشويه. وهذاك الزبيب اللي فزقته من قبيله بدلت ليه الماء وغسلته، غادي ندير الزبيب راه دغيا تيطيب راكم عارفين. وغادي ندير العسل الحر، غندير 2 معالق كبار ديال العسل. صافي غادي نخلي المعلقه تسقطر ونسد عليها. ها نتوما هي بدات تعسل. ديك لاصوص تتعقاد، خليها تزيد غير شويه هكا عريانه بلا ما نغطيها باش نحط. وصافي راه المروزيه ديالنا راه طابت. هانتوما دائما فاش تبغيو الحاجه تشرب، فاش تبغيو تخليوها تشرب تنحيدو الغلاقه. علاش نحيدو الغلاقه؟ ماشي باش يتبخر زعما هذاك داك الماء، باش يتبخر نيت، ولكن هذاك اللحم ولا هذاك الدجاج ولا داكشي اللي تيطيب تتوقع ما عرفتش شنو تيوقع ليه، تيولي حمر، اللون ديالو تيتبدل. وبحال الدجاج غير في المرقه زعما ماشي غندخلوه الفران لهذا، تتولي ديك الجلده ديالو قاصحه بحال الا محمر. المهم هاد المعلومه زيدوها في بالكم. هانتوما خليت لاصوص شي شويه، انا نتوما تقدروا تخليوه يزيد يعقد مزيان مزيان. نتوما عارفين الدراري راه تيغمسوها في لاصوص ما تياكلش اللحم مزيان. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم وبسلامه.